طابت أوقاتكم بكل خير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في هذه النشرة والتي نقدمها لكم من الفضائية الإريترية. عناوين النشرة: تشييد سد بضاحية مقركب ومديرية لقو عنسبة، معدات حديثة لقسم رعاية الأطفال في مستشفى الرفاع، أعضاء جمعية منتجي الخضروات والفاكهة في مديرية دوقي يعقدون اجتماعا. أمريكا وبريطانيا تتوصلان إلى اتفاق تجاري تاريخي. الزعيم كيم يشرف على التدريبات وحاكي شن هجمات نووية مضادة. مقتل 6 أشخاص تحت مظاهرة روحية عسكرية في سريلانكا. من العناوين إلى التفاصيل: تم افتتاح سد جديد في إنشاء بتكلفة حوالي 16 مليون نقفة في 8 من مايو في مديرية لقو عنسبة. وعرب مدير ضاحية مغركة سيد أنقسم اسم اللاش في الحفل الذي حضره قائد القيادة الوسطى العميد تخلاي كفلاي عن ثقته بمساهمة المشروع في حل مشكلة توفير المياه التي ظلت المنطقة تعاني منها، بذكر أن بناء السد تم خلال 13 شهرا. وأوضح مديرية لقو عنسبة سيد أبراهام حقوس أن السد الذي يتسع لتخزين 152 ألف متر مكعب من المياه يبلغ ارتفاعه 12 مترا وعرضه 75 مترا، شاكرا الجهات التي ساهمت بالعمل بشكل عام ووحدات قوات الدفاع والشعب بشكل خاص التي شاركت بفعالية وتفاني في إنجاز المشروع. وهنأ حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حورية المواطنين على وصولهم إلى إنجاز السد دون أن تلهيهم التحديات التي تواجههم، مشيرا إلى أن بناء السد يعتبر المرحلة الأولى في الحفاظ على المياه والتربة، موصيا إياهم للبناء القنوات الحوضية والحواجز. وقدم قائد الفرقة التي قامت ببناء السد أن بناء السد ماشي شاي جاء نتيجة جهود متضافرة، مشيدا بمبادرة الأهالي في دعمهم وتشجيعهم المتواصل. وتم في الختام توزيع الشهادات التقديرية على الجهات التي ساهمت في العمل. تقع ضاحية مغركة على بعد 34 كيلومتر غرب أسمراء، وهي واحدة من 13 ضاحية تابعة لمديرية لقو عنسبة. تم إدخال معدات حديثة في قسم العناية المركزية للأطفال في مستشفى أوروتا الوطنية المرجعي، وتقدم خدمات شاملة. وأوضح مدير القسم الدكتور ولدو أسمروم أن القسم يستقبل الأطفال من عمر الشهر إلى 15 عاما، ويتم سد نواقص المعدات. وقال أن متطلبات الأكسجين العاجلة كانت تجلب عبر استخدام أنابيب الغاز سابقا، وتقدم حاليا عبر أنابيب مباشرة إلى الأسرة من مصنع إنتاج الأكسجين في المستشفى. يستقبل قسم العناية المركزة للأطفال في مستشفى أوروتا المرجعي من جميع أنحاء البلاد. عقدت في 8 من مايو بأسمرة ورشة عمل حول مشاركة المرأة الشابة في الزراعة. ركزت الورشة على خطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة 2024-2028 وأهدافها وأهمية سلامة الإنتاج الزراعي وأهداف وأهمية الزراعة المصغرة الربحية. وأوضح ممثل قسم الزراعة والأراضي بالأوسط السيد أسرة هايلي أن الهدف الرئيسي هو ضمان غذاء آمن ومغذي للجميع وفي كل مكان. وأشار إلى إعداد قطاع الأراضي الزراعية في 64 قرية، داعيا إلى الدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه والتسمين الطبيعي لإنجاح الخطة. من جانبها أوضحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاطس ميكيل إن ورشة العمل تساعد في إبراز قدرات المرأة في الزراعة والعمل والمنافسة، داعية للتأطير والتنظيم في جمعية لتمهيد الأرضية للتشجيع والدعم. وقدم مستشار وزارة الزراعة السيد أماني النقسي وممثل الاتحاد الوطني للشباب والطلبة وآخرون وآراء أفكار بناءة في المناسبة. وفي كلمته الختامية دعا حاكم الإقليم الأوسط السيد فساي هايلي إلى بذل جهود متضافرة لتعزيز المشاركة الشاملة للمرأة الشابة في التنمية الزراعية ورفع إنتاجيتها. أجرى أخصائي مستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي فحوصات طبية للقلب والأسنان والعين في 3 مدارس للمرحلة المتوسطة من 8 إلى 14 من مايو الجاري.
وأفاد طبيب الأطفال الدكتور سامسون أباي أن نحو 620 طالبا خضعوا لفحوصات القلب، و300 طالب خضعوا لفحوصات العيون، و320 طالبا خضعوا لفحوصات الأسنان واللثة. وأضافوا أنه بحسب النتائج وجد 85 طالبا يعانون من مشاكل يمكن تصحيحها باستخدام النظارات، مذكرا أولياء الأمور والمعلمين الانتباه إلى وضع الطلاب الصحي على الدوام ولاتخاذ الإجراءات اللازمة عند ظهور مشكلة صحية لدى الطلاب. وذكر أن نحو 20 طالبا يعانون من مشاكل صحية للقلب، و5 أطفال آخرون يعانون من مشاكل متعلقة بالقلب، وأنه تم تحويلهم إلى مستشفى أوروة الوطنية المرجعي لمزيد من العلاج والمتابعة. وحث أولياء الأمور على مراقبة صحة أبنائهم والإبلاغ عن أي أعراض إلى المؤسسات الصحية في أسرع وقت ممكن. شارك في الفحوصات الصحية 13 كادرا متخصصا، من بينهم طبيب أطفال، و4 أطباء عامين، و4 أطباء عيون، و4 أطباء أسنان. عقدت جمعية مزارعي الخضر والفاكهة بمديرية دقة مؤتمرها السادس في 5 من مايو الجاري. وافاد مدير قسم الزراعة والأراضي بإقليم القاش باركا السيد أبو بكر عثمان في التوضيح الذي قدمه أن 30% من المساحة المزروعة على مستوى الإقليم، والتي تزيد عن 8000 هكتار، تزرعها جمعية منتجو الخضر والفاكهة في مديرية دقة. وأشاد رئيس جمعية منتجي الخضر والفاكهة بإقليم القاش باركا الشيخ داود محمود بأنشطة الجمعية وحث الأعضاء على تعزيز جمعيتهم وإثراء منتجاتهم من حيث الكمية والنوعية. وذكر المدير التنفيذي للجمعية في المديرية سيدي عبية سقايا أن الجمعية اتخذت مبادرات لزيادة الإنتاج بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية والمهنيين الزراعيين. وانتخب المجتمعون لجنة تنفيذية تعمل لمدة 3 سنوات بعد مناقشة التقارير المتعلقة بأعمال وأنشطة الجمعية للدورة الماضية. وذكر المدير العام لقسم الإدارة والمالية بإقليم القاش باركا السيد قبر سلاسي نقاش المزارعين بضرورة العمل معا في جمعيات إلى جانب جهودهم الفردية لتعزيز الإنتاجية والتكامل في الإنتاج الزراعي. وتبادل الخبرات بالاستفادة من فوائد أنشطة الجمعية في خلق فرص الشراكة مع الجهات المعنية، مؤكدا جاهزية إدارة الإقليم للتعاون مع الجمعية ودعمها. الجدير بالذكر بأن جمعية منتجو الخضر والفاكهة في مديرية دقة تأسست في العام 1996 ويتواجد بها 164 عضوا في الوقت الراهن. قام سكان 5 قرى تابعة لضاحية حينباب ومديرية عدقيح وهي حينبا وحشميلي وحنبرة علاي والسفلاي وعباخ ليرقى بأنشطة واسعة النطاق للحفاظ على المياه والتربة. وأوضح مدير ضاحية حينبا سيد جمال محمد شفا أن البرنامج الذي يتم تنفيذه مرتين أسبوعيا منذ يناير من العام الحالي يتضمن بناء وإصلاح الطرق الترابية وحفر حافير لشتل الأشجار. وأضاف السيد جمال أن 90% من شتلات الأشجار التي يزرعها الأهالي بحلول العام 2024 نمت بنجاح وهي في حالة جيدة. وذكر خبير في الحفاظ على المياه والتربة السيد ملو برهان بين أنه تم إنشاء حاجز بالساعة 30 مترا مكعب، وتم إنشاء 10 كيلومترات من الطرق الترابية تقع حينبا على بعد 5 كيلومترات من الشمال من مدينة عدقيح. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إلى اتفاق تجاري مهم مع بريطانيا. وأضاف ترامب خلال اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الاتفاق يتضمن طائرات لجعل بريطانيا متسقة أمنيا واقتصاديا مع الولايات المتحدة. ولفت إلى أن التفاصيل النهائية للاتفاق التجاري التاريخي مع بريطانيا ستظهر خلال أسابيع قليلة. من جانبها أشاد ستارمر بيوم تاريخي مع توصل لندن وواشنطن لاتفاق تجاري. وقال رئيس الوزراء البريطاني أن الاتفاق مع واشنطن سيعزز التجارة ويخلق فرص عمل، مؤكدا على أن تعزيز التجارة والاقتصاد سيعزز العلاقات الأمريكية البريطانية. وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاقية ستكون الأولى من بين كثير من الاتفاقيات
أعلنت بيونغ يانغ أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون أشرف على تدريبات تحاكي شن هجمات نووية مضادة ضد سول وواشنطن. ويأتي هذا الإعلان قد تجارب صاروخية أجرتها كوريا الشمالية، وشملت وفقا لسيول أنواع مختلفة من الصواريخ البلاستيكية قصيرة المدى. ورجح الجيش الكوري الجنوبي أن تكون هذه التجارب الصاروخية مرتبطة بصادرات الأسلحة الكورية الشمالية إلى روسيا. من جهتها قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن التدريبات شملت نظاما صاروخيا وصاروخيا بلاستيكيا تكتيكيا. وبحسب الوكالة فإن المناورات شملت تدريبات منفصلة على الإجراءات والعمليات للانتقال السريع إلى وضع الهجوم النووي المضاد. أفاد مصدر عسكري عن مقتل 6 جنود في سقوط مروحية تابعة للقوات الجوية في سريلانكا في شمال شرق البلاد خلال رحلة تدريب. وبحسب الوكالة كان الطاقم العسكري يستعد للقفز بالحبل عندما سقطت المروحية من طراز بيل 212 لأسباب غير معروفة في بحيرة مودورغاي على بعد حوالي 300 كيلومتر شرق العاصمة كولومبو. وأفاد المسؤول العسكري بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادثة. ويعد هذا أكبر حادث تعرض له القوات الجوية السريلانكية منذ العام 2020. تذكير بالعناوين مرة أخرى. تشييد سد في ضاحية مقركب ومديرية لنقوعة سبب تكلفة حوالي 16 مليون نقفة. ورشة عمل حول مشاركة المرأة في الزراعة. أعضاء جمعية منتجو الخضر والفاكهة في مديرية دقة يعقدون مؤتمرهم السادس. أمريكا وبريطانيا تتوصلان إلى اتفاق تجاري تاريخي. الزعيم كيم يشرف على تدريبات تحاكي شن هجمات نووية مضادة. مقتل 6 أشخاص في تحطم مروحية عسكرية في سريلانكا. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.